بص يا شيماء، انا اتفقت لك مع محل اعلى بكتير من المحل اللي انت عملتي معاه اعلان قبل كده. حاجه كده في قرب اللي انت محتاجاه. هيدوكي ستارت بسم الله الرحمن الرحيم 3000 في اللايف الواحد. انا بحب الحركه وبحب انتهز الفرصه، وبامانه يعني انت دلوقتي نجمك لامع، لازم تستغلي النقطه دي وتجمعي لك قرشين قبل ما تطفي. اديني بقول لك اهو علشان ما تقوليش فوكس معليش. صح يا بنت، اقسم بالله بيتكلم صح. بصي يا استاذ فوكس، انا مقدره تعبك معايا وحياه ربنا، وانك يعني عايز تخدمني بعينيك الاتنين، بس والله العظيم انا خالي لسه متوفي امبارح وقلبي متقطع عليه. انا لو قادره هعمل لك اللي انت عايزه، بس انا حتى مش عارفه ازاي هطلع للناس اضحك في وشهم واقول لهم كلام حلو وانا قلبي مكسور من جوه كده. تفهمني؟ بقاء لله. بس انت لازم برضك تعرفي ان انت حظك ضارب من يومين، ولازم تفوقي لحاجه زي كده. انا ما بقولكيش ما تزعليش على خالد، بس الحي يبقى من الميت. انت محتاجه فلوس يا شيماء، ومش انت لوحدك، كلنا محتاجين فلوس. وفكره انك تضربي ما بين يوم وليله كده ما بتحصلش لاي حد. ده ناس كتيره قوي بتبقى متشوقه للحكايه دي. وبرضك فهميني يا شيماء، انت جايه معايا سكه ولا اشوف رزقي في حته تانية؟ علشان انا بتخنق بسرعه يا شيماء، وانا اتحايل عليكي. سلام عليك. لا 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 خلاص يا فوكس اقعد. انا جاي في مصلحه مش جاي في مناهده. بقول لك ايه، رجلنا على رجلك ورزقنا هو رزق. بنت يا شيماء فوق يا بت، بيقول لك 3000 جنيه. سامعه بنت الرقم ولا ودك تصدق؟ ده احنا لما بنيجي نطلب من ابوك 20 جنيه بنبقى هنظبط ونشيل من الفرح يا بت فوقي. طب قول لي اعمل ايه عشان اخد ال 3000 جنيه دول؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا هفهمك لله وليا وليكي في نفس ذات الوقت. بصي، شايفه الواد ده؟ او الواد ده بقى اتشهر بفيديوهاته من كتر استفزازه والناس عملوه ترند. هو الواد ده كمان بقى دمه زي العسل، عيل فقر بيشيل وشه وكتفه ويمنتج الفيديوهات، حاجه كده شغل اجانب، فبرضك مشهور. في ناس بقى زي حالاتك كده يا شيماء، اول ما بيطلعوا يقفوا قصاد الكاميرا ويضحكوا الناس بتقع في حبهم ويطلعوا بيهم 7 سما. فانت لازم توفيقي لحاجه زي كده اهو، علشان لعلمك جمهور التيك توك ما بيسميش. لو اختفيتي شكرا، يلا اللي بعده. هي حظوظ فعلا. بص يا استاذ فوكس، كل اللي انا عارفاه ان انا عايزه اخد 3000 جنيه دول. هي فرصه كويسه برضه. جدعه جدعه يا بت، وعجبتيني بداتي تفكري. والحمد لله بقى انها لمعت مع واحده في العيله، وبكره يا بت بقى تاخديني معاكي. انت اسمك ايه يا عسل؟ نسمة كاريزما. الله. عندي حساب على التيك توك وهبقى ممثله مشهوره. وماله يجي منك. صحيح يا استاذ فوكس، كان في بنت اسمها هبه تاتو عماله تشتمني من كام يوم. ايوه عارفها، ما هي دي برضك نجمه في حتتها عشان ما فيش حد شبهها. يعني نعم بنت مجنونه ولسانها طويل، بس اي هبل طالما بيلفت النظر يعني فلوس. انت عارفه، انت لو شغلتي دماغك معايا شويه كده وفهمتي في البيزنس، انا وانت ممكن نعمل حته دين اغنيه تكسر الدنيا، وممكن نصورها سوا فيديو كليب وتفرقعك على تظهر الآخر. منيل فيديو كليب مين؟ ده ابويا كان يتفني في الصاله. انت بتقول ايه يا عم فوكس انت؟ والله انت مش وش نعمه. انت عارفه اغاني المهرجانات دي ممكن تقبضي من وراها كام؟ عارفه لما تتذاع ممكن تقبضي قد ايه؟ ده انت ممكن تبقي نجمه سيما وتقبضي بال100,000 جنيه. ايه، وانا قلت حاجه حزينه ولا ايه؟ فيها نسمه، بس معلش معلش يا استاذ فوكس، والله اصل يعني خالنا كان قريب مننا شويه. اوعي يا بنت، انا ما بعيطش على خالي، انا بعيط على خيبتنا. خيبتنا متمرمغه يمين وشمال في الشارع. سامعه يا بنت؟ سامعه بودنك الارقام ولا اترشيت؟ بيقول لك 100,000 جنيه. سامعه الرقم؟ سامعه؟ فوق يا بنت، فوق يا بنت، الملطم ولم علينا الشارع. على فكره نسمه دي دماغها شغاله وبتفهمها وهي طايره.